مش يمكن انتوا فاهمين الدايت غلط؟ ما تيجوا اكلمكم على الدايت كده يمكن نحسن سوء التفاهم اللي بيننا وبينه. الدايت يعني 4 حاجات: تقلل اكلك، تزود مجهودك البدني، تستمر وتصبر على كده، وفي الاخر تثبت وزنك بعد ما توصل لهدفك. الترتيب مهم قوي. يعني بعد ما تقلل اكلك تلعب رياضة، انما لو لعبت رياضة من غير ما تقلل اكلك مش هتخس ووزنك هيثبت. التقليل يعني بقلل السعرات الحرارية بستهلكها في اليوم، وكمان انواع الاكل لازم تعدل وطريقة طهيه، واوقات الوجبات برضو لازم تتظبط. هحاول امنع السكريات والحلويات والمعجنات والجانك فود والدهون الضارة من اكلي الاول، وهحاول ازود في اكلي من الخضار والفاكهة والبروتينات النباتية او الحيوانية والدهون النافعة للجسم. من اهم قواعد الدايت انك لازم تعرف ان مش لازم اللي نفع غيرك ينفعك. كل واحد حالة مستقلة بذاتها، وبرضه الدايت لازم يكون متفصل عليك، مناسب لسنك ولوزنك والحالة الصحية بتاعتك وطبيعة شغلك وحياتك وايه اللي بتحبه وتكرهه في الأكل. الدايت الصح مش المفروض تحس معاه ان انت مجهد وتعبان دايخ مصدع مرهق، يبقى في حاجة غلط في الدايت ده. في ناس مش لازم تمشي على ورق، ما بتعرفش تمشي على ورق، دي ممكن تعمل قواعد لنفسها تمشي عليها وتلتزم بيها وبرضه هتخس. يعني مثلا ممكن تبدأ تقول أنا هبطل عشاء تقيل وهتعشى واحدة زبادي مثلا وفاكهة. لو استمريت على كده هتلاقي نفسك هتخس برضو في آخر الأسبوع. لو بتاكل رغيفين الصبح على الفطار مش لازم تنزلهم ربع رغيف، نزلهم الرغيف في الأول، ده دايت برضو وهتخس، وكده ده نص أكلك. ولو انت مثلا بتحب تاكل أكل كتير يبقى ابدأ بطبق سلطة كبير الأول، وبعد كده كل خضار، وبعد كده البروتينات وبعد كده النشويات. وأرجوك ما تجوعش نفسك، احرص على السناكس خلال اليوم عشان لو جوعت نفسك الوجبة اللي بعديها مش هتكفيك وهتاكل كتير. خلال مشوار الدايت هتكتسب عادات صحية، هي دي اللي تحافظ عليها عشان دي اللي هتخليك تعرف تثبت وزنك وما ترجعش تاني. ولازم تعرف المعدل الصح لنزول الوزن عشان ده اللي هيخليك تفهم وتصبر على الدايت، وكمان لما تثبت ما ترجعش في وزنك تاني. يعني علشان أخس كيلو دهن في الأسبوع محتاجة أفقد 7000 سعر حراري، يعني بمعدل 1000 سعر في اليوم. يبقى عشان أنزل نص كيلو دهن محتاجة أفقد 3500 سعر حراري. دي حاجة محترمة على فكرة، وهوريكم حجم نص كيلو دهن قد ايه. ده نص كيلو دهن في حجم مج كبير. لو حافظت على المعدل ده كل أسبوع بجد ممتاز. ومن هنا لازم اقولك ان الدايت الصح هو اللي هيحافظ على الكتلة العضلية في جسمك في نهاية المشوار، تفقد دهن مش عضل. ليه؟ عشان السبب ده، الاتنين نفس الوزن بس الحجم مختلف تماما، هنا في عضل اكتر من هنا. اذا الدايت الكيميائي اللي هو يوم فاكهة ويوم خضار ده سيء جدا، لما يخليك تفقد عضلات وبترجع بسرعة بعد ما توقفه، وترجع دهن مش عضل كمان. طيب انا هقول لكم كمان حاجه الدايت بس هو اللي بيعملها يمكن تحبوه وتتصالحوا معاه شويه، وحاجه في منتهى الاهميه: دهون الاحشاء، الفيسرال فات. شايفين الفرق بين الصورتين؟ ما يهمنيش الفاتس اللي بره ده سيبك منه خالص. مشكله دهون الاحشاء دي ان هي بتبقى شغاله زي الغده، بتطلع مواد بتعمل الضغط والسكر وامراض الشرايين والقلب، امراض العصر يعني. والدايت بس هو اللي بينزلها، ما ينفعش معاها شفط دي، يعني مش زي الدهون اللي بره. عشان كده الناس بتتحسن في الضغط والسكر ما بتخس. اكبر غلطة ممكن تعملها في نفسك يوم ما تبدأ دايت ان انت تقول على نفسك انا حرق قليل، انا هفشل، انا ما بخسش، انا ما بلتزمش. ده غلط. عشان الناس اللي نجحوا في الدايت ما كانش عندهم سوبر باورز ولا حاجة، ده هم ناس بس كانوا عارفين هدفهم فين وصبروا عليه لغاية ما وصلوا له وما ادوش نفسهم اعذار. ولعلمك وانت خلال مشوار الدايت في حاجات كتيرة قوي هتتغير، ادراكك ليها هيتغير، حاجات كانت صعبة هتبقى سهلة، حاجات كانت بالنسبة لك مهمة هتبقى مش مهمة خالص. لو قدامك تخس 30 كيلو خسيت منهم 5، قول الحمد لله انا خسيت 5، قارن حالك بالاول مش قدام عشان ما تحبطش. عشان نكون صراحة الدايت فيه احباطات طبعا، بس لو لخبطت في الدايت وقف لخبطة وكمل دايت، ما تخربهاش بقى كلها وترجع تعيده من اول وجديد.
ولو لاي سبب وقفت وما كملتش دايت وما وصلتش لهدفك، ثبت على الوزن اللي انت فيه، مش ترجع تاني للاول ونرجع نعيده من اول وجديد، علشان كل مره اما تيجي ترجع دهن اكتر مش عضل، فتشتكي شكوى ان انت على الوزن ده كنت زمان ارفع، دلوقتي بقى شكلك اتخن. اوعى الميزان يكون مصدر احباطك، لان في اوقات كتير قوي الميزان هيبقى ثابت وانت خاسس، زي لو بتلعب رياضه، لو عندك امساك، لو جسمك محوش ميه. وهنا احسن حاجه تقيس بيها نزولك المزوره طبعا او الهدوم، طول ما هدومك بتوسع يبقى انت بتنزل، حتى لو ميزانك قايل غير كده. ولازم تعرف ان هو مش حساب في البنك انا بسحب منه هاخد كل اسبوع كيلو 2، عادي ان ممكن اسبوع ما اخسش، وعادي ان في اسبوع اخس نص، واسبوع ممكن اخس 2، وعادي جدا ان يحصل حاجه اسمها بلاتو او ان وزنك يثبت. ده سيناريو طبيعي جدا خلال نزول الوزن، دي ليها حلول هتكلم عليها في التفصيل بقى بعدين. الوقت كده كده بيعدي علينا، فبلاش فكره الرقص على السلالم، لا انت عامل دايت مظبوط وبتخس، ولا انت بتاكل عادي وفرحان وضميرك مريحك. ابدا دايت صح. معلومه صادمه انا عارفه، بس مفيش حاجه اسمها ادويه حارقه للدهون، مفيش كده. اللي بيحرق دهون هو جسمك، غير كده في حاجات ممكن تعلي الحرق شويه. وطبعا مش محتاجه اقول ان مفيش حاجه حد يجي يقول لك خد الحبايه دي بتخسس، لان انا هحكي لكم عن كوارث شفتها بسبب الموضوع ده. ولو حد سألك خسيت قد ايه، ما تقولش مثلا 20 كيلو بس، تقول 20 كيلو في خلال 12 شهر بالدايت ورياضة وحافظت عليهم ل3 سنين. انا كلامي النهاردة في العموم مش لحالة معينة، فبس بعد كده هتكلم عن الرياضة في الدايت وعن الأدوية وعن التثبيت وعن الحاجات اللي بتعلي الحرق. الموضوع ده كبير مش هيكمل غير بأسئلتكم، طبعا لو حد عايز يسأل حاجة هرد عليها برضو في سنابس، وإن شاء الله الحاجات دي كلها هجمعها على قناة اليوتيوب وأقول لكم عليها.